بريطانيا تعلن إغلاقا شاملا لوقف تفشي فيروس كورونا. وفي هذا الفيديو أيضا نقابة الأطباء المصرية تعلن وفاة 5 أطباء بكورونا وحرمان أسرهم من 80% زيادة بالمعاش. وفي هذا الفيديو أيضا الأرصاد تحذر من شبورة تصل للضباب وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الخبر الجديد. بريطانيا تعلن إغلاقا شاملا لوقف تفشي فيروس كورونا. أعلنت بريطانيا إغلاق البلاد إغلاقا شاملا في البلاد لوقف تفشي كورونا، كما يتم إغلاق المدارس وانتقالها للتعليم عن بعد وفقا لما ذكرته العربية في خبر عاجل. وفي وقت سابق قالت صحيفة ديلي ميل أن بريطانيا قد تقوم بتطعيم 24 مليون شخصا ضد فيروس كورونا بحلول عيد الصفح بعد الموافقة على حكم جامعة أكسفورد استرازينيكا التي غيرت قواعد اللعب هذا الصباح. ووعد صناعها بتقديم مليوني جرعة أسبوعيا لإنهاء الوباء في غضون أشهر. وشركة استرازينيكا أنها تستطيع تقديم مليوني جرعة أسبوعيا. كما قامت الهيئة الطبية البريطانية بإضاءة اللقاح الأخضر هو رخيص الثمن وسهل النقل إلى منازل الرعاية ويحمي 70% من الناس بعد 21 يوما فقط، حيث يوصل المنظمون الآن بإعطاء حقنة اللقاح على جرعتين يفصل بينهما 3 أشهر بدلا من 4 أسابيع. حيث يوصل المنظمون الآن بإعطاء حقنة اللقاح على جرعتين يفصل بينهما 3 أشهر بدلا من 4 أسابيع، ما يسمح بتحصين الملايين آخرين خلال فترة زمنية أقصر. وفي هذا الفيديو أيضا نقابة الأطباء المصرية تعلن وفاة 5 أطباء بكورونا وحرمان أسرهم من 80% زيادة بالمعاش. أعلنت النقابة العامة للأطباء وفاة 5 أطباء اليوم إثر الإصابة بكورونا، هم الشهيد الدكتور علاء أحمد ضياء عبد الرازق استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنيرة، والشهيد الدكتور عمرو عبد الغني عبد الحكيم سرحان مدرس جراحة بأزهر دمياط، الشهيد الدكتور فتحي عراقي محمد علي طبيب باطنة باللجنة الطبية ببورسعيد، والشهيد دكتور حازم الكاشف أستاذ الأشعة التشخيصية بالقصر العيني، والشهيد دكتور ياسر أحمد ميرا استشاري أمراض النساء وتوليد. ووجهت النقابة العامة للأطباء خالص العزاء لأسرهم، داعية الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يسكنهم مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 276 طبيبا. كان الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام لنقابة الأطباء طالب بتشكيل لجنة من كبار الأطباء المتخصصين بأمراض الصدر والأمراض المعدية لمراجعة ملفات وتحاليل الأطباء المتوفين جراء الإصابة من كورونا منذ بداية الجائحة لإثبات تحديد إذا كان الوفاة بسبب كورونا من عدمها، مشيرا أن عدم تفعيل قرار الحكومة باعتبار الوفاة بكورونا كإصابة عمل حال دون إثبات ذلك بشهادات الوفاة، وبالتالي حرمان عدد من أسر شهداء الأطباء 80% زيادة بالمعاشات. وفي هذا الفيديو أيضا الأرصاد تحذر من شبورة تصل للضباب وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونا الشبورة المائية الكثيفة والتي تزداد حدتها حتى تصل حد الضباب. وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرؤية تنخفض إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد. وناشدت هيئة الأرصاد سائق المركبات توخي الحذر والحيطة على الطرق أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت من الآن حتى على بعض الطرق الزراعية وحتى الصباح. والمرور يغلق محور 30 يونيو اتجاه السويس والإسماعيلية بسبب الشبورة الكثيفة. أغلقت مساء اليوم الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق محور 30 يونيو القادم والمتجه إلى الإسماعيلية والسويس أمام حركة السيارات لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشي الشبورة ووضوح الرؤية. وتهيب الإدارة العامة للمرور قائد السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.